تدخل تكتب عيد المرأة في جوجل يقول لك 8 مارس. يقول لي واحد ما باش نعملوا نحتفلوا به اليوم في تونس 13 اوت. فاذا تصدق في تونس نحتفلوا مرتين بعيد المرأة في العام، 8 مارس اللي هو اليوم العالمي و13 اوت اللي هو اليوم التونسي. لحظة يا القانون جيب شوي، منين جبناها 13 اوت؟ يحكي سألتني يا سيدك يا سيدك، قبل المرأة في تونس كانت تعاني برشا، كان يطلقها رجلها وقت ما يحب بكلمة واحدة، هو ياخذ عليها نساء اخرين، لا نفقة لا تعويض لا سخط، الى ان خرج القانون هذا عام 1956 مجلة الاحوال الشخصية. وقتها خرج 13 اوت، المو فرحوا بين نساء وقتها ردوه عيد. ابويا القانون جي لها الدرجة يا اخي شفيه الكتاب. اول حاجة نقولوا له مجلة خويا، وكان طفل سألته السؤال ما يسالش كتاب. جات في نهار نسيسوكم فيه المجلة هذه والكتاب هذا، اول حاجات جابيهم هو انه الطلاق ما يصير كان في المحكمة، وانه الراجل ما عندوش الحق في 4 نساء، وكانت حاجة اكسبسيونيل في العالم العربي وقتها. بالرسمي وقتها تونس عملت حاجة العالم كله تفاجئ بها. اما تو برجولية ولا بنسائية، ركزوا معايا مليح البنات سورتو، كي الرجل والمرأة متساويين في الخدم يخدموا اللي يحبوا، في القراية يقراوا اللي يحبوا، علاش نمنعوا عدد الزوجات؟ علاش نفرضوا النفقة على الراجل؟ علاش نراو اللي الراجل يطيش المرأة كاينها مستحقته باش تضيع بلاش بيه، كاين عندها خدم لا قرات لا عملت حتى شيء؟ علاش مش نهار اللي قرر يعرس بامرأة أخرى ومرته ما تعجبش الحكاية تمشي تطلقوا؟ علاش نفرضوا فيها بالقانون انه ما عندوش الحق يعرس؟ كي هما متكافئين ما يسيبوا الناس الكل يعرسوا قد ما يحبوا، واللي مش عاجبهم يطلقوا. هو ما ياخذش مرأة أخرى خاطر تجرح مشاعر مرته، كانوا يحبها تو ما ياخذش مرأة أخرى، وكانوا ما يحبش يلوج على مرأة أخرى. علاش نفرضوا فيها بالقانون الحاجة هذه؟ مش الراجل والمرأة كيف كيف؟ برجو نحب نعرف رايكم، خليوا لي رايكم في الكومنتات.